السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفة فطير مشلتت رائعة وطعم خيال. وصفة مصرية أصيلة ومعروفة خالص عندنا هنا في الأرياف. هخليكي تعمليها زي كده بالظبط من أول مرة، تطلع معاكي مورجة جدا، طرية جدا من جوه ومقرمشة خالص من بره بطريقة خيال. ووصفتي كمان فيها مكون سحري، لو حطيتيه كده في الفطيرة هيخلي الفطير معاكي روعة. يمكن ناس كتيرة ما بتعرفوش وفي ناس بتعرفه بس ما بتحطوش، بس مكون لا غنى عنه في الفطير المشلتت. وهقول لك كمان كل الأسرار اللي تخلي الفطير المشلتت يطلع معاكي ناجح. هنبدأ وصفتنا. أول حاجة تجيبي طبق كبير أو بولة أو أي حاجة للعجن وتكون كبيرة. هنحط فيها 4 مجات من المية، معلقتين كبار من السكر، 4 معالق من الزيت، معلقة صغيرة من الملح. وهتقلب الخليط كويس لحد ما الملح والسكر يديبوا كويس في المية. هننزلوا على المية ب10 مجات من الدقيق، يعني كيلو وربع من الدقيق. ولازم طبعا تستخدمي نوع دقيق يكون كويس خالص، وتكوني عارفاه انت ومتأكدة منه ان هو يطلع معاكي المخبوزات كويس. ولازم طبعا اي دقيق تستخدميه، سواء في الفينو او العيش الشمسي او الفطير المشلتت، لازم الدقيق يتحلل او تنخليه عشان ربما يكون فيه اي حاجة، فلازم تتفادي اي حاجة فيه وتنخلي الدقيق. هتبدأي تخلطي الدقيق، تبدأ طبعا تتركي الدقيق كويس لحد ما يتشرب خالص من المية. طبعا انت لو معاكي كمية دقيق محددة ما تحطيش كمية المية كلها على طول. انا عارفة ان الدقيق بتاعي هياخد قد ايه مية، فانا حطيت 4 مجات الاول. طبعا انت لو هتحطي الدقيق الاول هتحطي مية بشوية بشوية عشان العجينة ما تطراش معاكي وممكن ما تقدريش تعالجيها. طبعا انا ركت الدقيق مع بعضيه، توحت المية في الدقيق بتاعتي وسبتهم، ما عجنتش فيهم. سبتهم حوالي 5 دقايق او 7 دقايق وترجعي لهم تاني. هتلاقي العجينة بتاعتك بقت طرية كأنك عجنة ليكي فيها اكتر من نص ساعة. بعد ما العجينة ارتاحت الراحة الاولى هرجع اعجنها تاني حوالي 5 دقايق، وبعد كده هخليها ترتاح 5 دقايق او 10 دقايق مش هتفرق. بعد كده هعجنها العجنة الأخيرة وهسيبها ترتاح نص ساعة، وبعد كده هبدأ تقطيع فيها. طبعا عجن كتير عشان تطلع الفطيرة معاكي حلوة، فأنا ما عجنتهاش. يعني كده يا دوب ركت الدقيق أو توهت الدقيق مع المية وسبتها ورجعت لها تاني. يا دوب كده قلبتها تقلبتين 3، ما شاء الله، الله أكبر، اتعجنت الواحدة. طبعا قوامها زي ما انتوا شايفينها. هتسيبيها ترتاح، طبعا على الفطير المشلتت هيحب ان هو يرتاح. سيبها ترتاح حوالي 10 دقايق 12 دقيقة وترجع طبعا تقطع فيها. التقطيعة اللي تناسبك او ترتاحي لها قطعيها. انا قطعتها بالطريقة دي، بس انت لو عايزة تقطعيها بالطريقة اللي احنا بنقطع بيها اي مخبوزات براحتك خالص. فهتقطع الكرة زي ما انتوا شايفين بالحجم ده، ممكن تكبريها عن كده وممكن تصغريها. وهتبدأ تلفي العجينة بتاعتك على شكل كرة، وطبعا اللفة هتيجي من تحت. اللفة دي طبعا هتيجي من تحت زي ما انتوا شايفين. لكم ستات بيوت شطار وزي العسل، بس احنا بنعلم البنات الصغيرة اللي بتدخل على الفيديو. وطبعا في ناس ما بتعرفش الطريقة دي، فان شاء الله كده تتعلم وتعملها وتنجح معاها. هتبدأ زي ما انا قلت لك كده تلف الكورة زي ما انت شايفة وتقفليها من تحت، ولازم طبعا تكون جنبك الصينية مدهونة بالزيت، عشان بعد ما تخلصي الكورة بتاعت كل ما تخلصي كورة تحطيها طبعا تخلي مسحة كويسة خالص من الزيت، عشان الفطير بتاعك لما الكورة بتاعتك ما تلصقش في الصينية، فلازم تحطي كده مسحة زيت معتبرة. هتقطعي طبعا كل كمية العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتحطيها على الصينية بعد كده بالفرشة بتاعتك، وهتحطي عليها مسحة معتبرة من الزيت، ولازم تغطيها بكيس ما ينشفش معاكي، وتعمل وش طبقة كده ناشفة من فوق. وبعد ما العجينة ارتاحت نص ساعة حطيت المادة الدهنية على الرخام، وفردت عليها العجينة بالمادة الدهنية كويس خالص من جوه البرة. حاولي وانتي بتفردي العجينة فرديها كويس خالص عشان تبقى خفيفة معاكي، وتعمل أكبر كمية من التوريجات في الفطير. طبعا عايزة تفردي بزبدة وزيت ماشي، عايزة تفردي بسمنة وزيت ماشي، الموجود معاكي افردي بيه. بس يعني الزبدة بتخلي الفطيرة طرية معاكي ومورقة وحلوة. هنحطه على سطح المطبخ طبعا مسحة محترمة خالص من الزيت، وهتبدأ تفردي العجين بتاعك. طبعا انت هتسيبي الكور بتاعتك دي اللي انت حطيتيها في الصينية ترتاح على الآخر، يعني ما تستعجليش عليها. لما تدبيها كده وتفرديها هتلاقيها تتفرد معاكي بسهولة، يبقى خلاص كده العجينة بتاعتنا اتفردت.
يعني ما تقلقيش عليها عشان الفطيرة تطلع مورقة وحلو. اهم حاجة في الفطير اللي مشلتت تسيبيه يرتاح خالص. هتفرد الفطيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما تتفرد معاك. طبعا احنا الفطيرة مقطعينها صغيرة فمش هتاخد يا دوب كده، هتحط ايدك عليها هتلاقيها اتفردت معاك. لما تيجي تفردي هتجيبي من النص اللي قدام عشان الفطيرة تتفرد معاكي بسهولة. بصوا هي مش هتاخد وقت، والله ما خدت وقت ابدا معايا، هي تبص اتفردت لوحدها لان الفطيرة طرية ومرتاحة فاتفردت لوحدها. طبعا انت كل ما تعملي فطيرة هتخليها تركنيها جنبيكي وهتدي تفردي التانية وهتحطيها فيها، يعني فطيرة جوه فطيرة، يعني كل الفطير بتاعك هتعمليه بنفس النظام. واهم حاجة برضو لازم الرخامة بتاعتك او سطح العمل اللي انت هتشتغل عليه يكون فيه مادة دهنية كويس عشان الفطيرة بتاعتك ما تلسكش معاك. وطبعا زي ما انا قلت لك عايزة تحطي في الفطيرة 7 8 9 10 براحتك خالص، كمية الفطيرة اللي انت هتعملي راجع لك انت. زي ما انتوا شايفين كده بفرد الفطيرة من في النص القدام لحد ما تكبر معايا. حجم الفطيرة طبعا زي ما انا قلت لكم صغير، يعني مقطعاه قطع صغيرة، يعني مش هيتفرد اكتر من كده. شايفين انا فردها خالص لحد ما الرخامة باينة من الفطيرة، بس بالراحة وانت بتفردي طبعا عشان ما تتقطعش معاك، عشان الفطيرة بتاعتك هتكون رهيفة على الاخر. طبعا كل فطيرة هتعمليها هتركنيها جنبيكي وهتيجي تعمل التانية وهتحطيها فيها. طبعا التجفيلة دي هتبقى من تحت ما تكونش من فوق عشان منظر الفطيرة طبعا يبقى حلو. هعمل معاكم واحدة تاني. شايفين لما تيجي تفردوا طبعا تفردوا من في النص لبره، وما تخافوش خالص لو اتقطعت الفطيرة، طبعا ده عشان الفطيرة رهيفة خالص فممكن تتقطع منك، مش هتعمل اي حاجة خالص. لما تيجي كده تقفل الفطيرة وتيجي تدب الفطيرة مش هتلاقي التقاطيع دي خالص. لو معاكي شوية دقيق قليلين وعايزة تعملي بيهم فطيرة او فطيرتين برضو مفيش اي مشاكل، يعني مش لازم كمية الدقيق اللي انا عملت. كل ما اخلص فطيرة خلاص كده كده خلصت معايا احطها في الصاج المدهون زيت واحط عليها كمية محترمة من الزبدة. شايفين زي ما انتوا شايفين كده برضو، يعني عملت كل الكمية زي ما انتوا شايفين. افرد الفطيرة واجيب الفطيرة اللي انا عملت جواها، فطيرة جوا فطيرة، مش هتاخد معاك اصلا وقت. يعني ما اقدرش اقول لكم ان الطريقة دي انجح طريقة واسهل طريقة في الفطيرة المشلتت. ولو عايزين تعملوا الفطيرة بتاعتكم نفس حجم الفطيرة دي هتحط في كل فطيرة 5 كور من العجينة، ولازم طبعا تحط في كل كورة من العجينة كمية كويسة خالص من المادة الدهنية عشان تعمل معاكي توريق. وان شاء الله هبقى انزل لكم وصفات اكتر للفطير كلها ان شاء الله ناجحة ومضمونة. وممكن الفطيرة دي تحشيها فراخ او لحمة معصرة، تحشيها نوتيلا او شوكولاتة. ولو حابة حجم الفطير يبقى اكبر من كده يبقى توصل الفطيرة من 7 ل10 كور. الصاج او الصينية اللي انت هتحط فيها هيبقى اكبر من الصاج اللي انا حاطة فيه. ولو حد حابب يسأل عن اي حاجة او اي وصفة يكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليه. هنحط الفطير في الصاج او الصينية مدهونة كويس خالص بالزيت. بعد خلاص ما تخلصي الفطيرة وتقفليها وتجيبي التجفيلة كده من تحت وتعمليها بالشكل اللي انت شايفاه ده، هتحطيها في الصاج او الصينية وتحطي عليها شوية كده محترمين من الزبدة طبعا. وهنخلوا الفطير بتاعنا يرتاح ما لا يقل عن تلت ساعة. لازم طبعا الفطير بتاعك يرتاح خالص عشان لما تيجي تفرد الفطير يتفرد معاكي بسهولة خالص. شايفين الفطير واحنا فاردينه اللهم صل على النبي بيتفرد لوحده. لو جيتي تفرديه ولقيتيه لسه مش راضي يتفرد معاكي سيبيه كمان 10 دقايق هتلاقيه يتفرد معاكي بسهولة. طبعا وانت هتفرد الفطير بايدك بالسمك اللي انت عايزاه، وهتكوني طبعا مسخنة الفرن قبلها ب10 دقايق بربع ساعة. يدخل طبعا الفطير بتاعك المشلتت على درجة حرارة عالية جدا. هتحطيه في الرف الوسطاني. بعد ما تحط الفطير في الفرن هتلاقيه ارتفع معاكي، وده سبب من اسباب نجاح الفطير. وده سبب برضو من ان احنا عشان حاطين له مكون خطير اللي انا قلت لكم عليه في اول الفيديو. المكون ده هو البيكنج باودر. هتحطيه على الدقيق، هتحطي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ما شاء الله هيديكي هشاشة وتوريقة. المكون ده في ناس كتيرة ما تعرفوش او في ناس بتعرفه بس مش بتحط. بس انصحك يعني انك انت تحطي البيكنج باودر الفطير اللي مشلتت، وان شاء الله هتحطيه وهتدعي لي بعد ما تحطيه، لان بصراحة البيكنج باودر من اكتر الحاجات اللي بتعمل هشاشة للمعجنات، فيعني حاجة لابد منها.
طبعا انت لو معلش تحطي الفطير بتاعك على فرن البوتاجاز يبقى تسخني الفرن خالص وهتحطيه عليه. لو الفرن هتشتغل من فوق ومن تحت يبقى تشغل الفرن من تحت وتشغل الشواية من فوق. لو الفرن بس هتشتغل من تحت يبقى تخلي الفطير بتاعك يستوي خالص، وقبل ما تطلعيه ب5 دقايق تشغل الشواية عليه يا دوب بس ياخد لون وتطلعيه. طبعا وطول ما هو في الفرن تبقى تداير الصيجان بتاعتك تدير من جوه من بره ومن بره من جوه عشان كله يطلع سوا واحد. شايفين الفطيرة مورقة ازاي، مقرمشة من بره وطرية جدا من جوه ولونها تحفة من فوق ومن تحت. اكتر وصفة اضمن لك انك لو عملتيها على طريقتي ونفذت كل خطوة في الفيديو ان شاء الله هتطلع مظبوطة معاكي زي كده بالظبط. اللهم صل على النبي على الفطير، ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الفطير مقرمش خالص من بره وطري من جوه. ولا حابة الفطير بتاعك يفضل زي ما هو لتاني يوم طري بعد ما يطلع كده من الفرن ويرتاح شوية، هتجيبي كيس بلاستيك وهتحطيه فيه وهتلفيه كويس خالص في فوط المطبخ. هيفضل معاكي لتاني يوم ما شاء الله تاكليه كأنك لسه مطلعاه من الفرن. اللهم صل على النبي. شايفين مورق وتحفة، شايفين عامل ازاي. اللهم صل على النبي. اهم حاجة كده صلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفطير بتاعنا ده يتاكل بالعسل الاسود، يتاكل بالعسل الابيض، يتاكل بالجبنة القديمة او الجبنة البيضاء، او ممكن كمان يتاكل بالسكر. اي حاجة كده انت بتحبيها تاكلي بيها الفطير، او ممكن كده والله يتاكل كده حاجة هو كده كده طعمه زي العسل. فاخر كده من الاخر. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب وتطلعوا كل حاجة كده تعملوها تحفة من ايديكم.